لو كل السيلز اللي حواليك لقيتهم مرة واحدة هجموا على نفس المشروع، خليك حذر. مش كل مشروع ترند بيبقى مضمون. أوقات كتير بيبقى المشروع مش مضمون. أوقات كتير بيبقى فيه هايب حوالين مشروع معين، بتلاقي إعلانات في كل حتة، عروض مجنونة، سيلز بيتكلم عنه وكأنه هو المفتاح السحري للثراء. لكن في الواقع ممكن ده يكون آخر محاولة لتصريف مخزون قديم، أو يكون تسويق مبالغ فيه لكن لمشروع عادي جدا. الزحمة حوالين المشروع مش دايما مؤشر جودة، ممكن تكون مؤشر خطر. الطلب الحقيقي قليل، نسبة إعادة البيع فيه تكون ضعيفة، السعر يكون مرتفع بشكل غير مبرر. كل دي علامات لازم تسأل نفسك عنها قبل ما تجري ورا التيار. العميل مش محتاج انك تسمع له نفس الكلام اللي سمعه من 10 اشخاص غيرك، هو محتاج حد يقول له الحقيقة وتقول له بمنتهى الصدق ليه المشروع ده منتشر؟ هل المشروع ده يستاهل فعلا؟ هل في بديل أقوى بنفس السعر أو أقل؟ كونك أنت المستشار الوحيد اللي هتقول له خلي بالك، دي كفيلة تخليه يثق فيك أكتر من كل اللي حاولوا يبيعوا له. خلي بالك، في مشاريع بتتباع بالسوشيال ميديا مش بالتحليل العقاري، وانت دورك تشتغل بعين المستثمر مش بترند السوق. وانا هنا مش بقول على ان كل المشاريع الترند لا سمح الله فيها مشاكل، انا بقول لك خلي بالك، اللي الكل بيجري عليه مش دايما يستاهل الجري. اللي يميزك انك مش تبيع زي الكل، اللي يميزك انك تفكر وتخلي العميل يفكر معاك، وتاخدوا القرار شراكة، قرار مبني على علم ومعرفة.